السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعينا الكرام، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. إذا الوداد الرياضي على موعد مع مواجهة من العيار الثقيل في قمة من قمم كأس الكونفدرالية الإفريقية بنكهة مغربية أمام أولمبيك آسفية. والجيش الملكي سوف يواجه بيراميدز المصري في قمة من قمم شمال إفريقيا. أما نهضة بركان فسوف يواجه الهلال السوداني. هذا ما أسفرت عنه القرعة قبل قليل، قرعة كأس الكونفدرالية وكأس دوري أبطال إفريقيا. في هذا الفيديو إن شاء الله سوف نتعرف على مواعيد هذه المباريات وكل التفاصيل والمعطيات. إذا بالنسبة للقرعة الخاصة بدوري أو الخاصة بكأس الكونفدرالية الإفريقية، فكما سبق وأشرت أولمبيك أسفي سوف يواجه الوداد الرياضي. هذه المباراة التي سوف تلعب في الذهاب يوم 15 من شهر مارس القادم. الذهاب سوف يكون بملعب المسيرة بآسفي، أما الإياب فسوف يلعب بالدار البيضاء بملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء يوم 21 مارس 2026. باقي المباريات في كأس الكونفدرالية الإفريقية، المصري البورسعيدي سوف يواجه شباب بلوزداد الجزائري، وأوتوه الكونغولي سوف يواجه الزمالك المصري. أما مانياما الكونغولي فسوف يواجه اتحاد الجزائر. المتأهل من مباراة المصري البورسعيدي وشباب بلوزداد سوف يواجه المتأهل من مباراة أوتوه والزمالك المصري. أما المتأهل من مباراة مانيما يونيون واتحاد الجزائر فسوف يواجه المتأهل من مباراة أولمبيك أسفي والوداد الرياضي. أما بالنسبة للقرعة الخاصة بدوري أبطال إفريقيا فجاءت كالتالي: الجيش الملكي سوف يواجه بيراميدز المصري. الذهاب سوف يلعب بالمغرب والإياب سوف يلعب بمصر. نهضة بركان والهلال السوداني، الذهاب سوف يلعب بالمغرب والإياب سوف يلعب برواندا. كذلك قمة من قمم كأس دوري أبطال إفريقيا، الترجي التونسي يصطدم بالأهلي المصري. هي مباراة نهائي سابق لأوانه. كذلك سان داونز الجنوب الإفريقي سوف يواجه الملعب المالي. المتأهل من مباراة الجيش الملكي وبيراميدز سوف يواجه المتأهل من مباراة نهضة بركان والهلال السوداني. كذلك المتأهل من مباراة الترجي التونسي والأهلي المصري سوف يواجه المتأهل من مباراة سان داونز والملعب المالي.